حضر نفسه للماتش بطريقه خاصه. في الاهلي بيفكروا ازاي في الماتش زي ده؟ في ضوء المعطيات اللي انت عشتها مع الاهلي، ودلوقتي بقى انت فاهم اهلي بقى دلوقتي افوق نسبيا، منتشر بفكره الاحتفاليه بتاعه الدوري، كسبان افريقيا، كسبان يعني الحاجات اللي انت هي دي اللي انا اتكلم فيها، ان انت في الاهلي كنا بنكسب بطوله ابراهيم بتقفلها خالص، بتحتفل ليومها بس. ازاي بتعملوها؟ ازاي مش بني ادمين انتوا؟ هي ده طبع النادي، ده سيستم النادي. انت خلاص اتعودت على كده. انت لو كسبت النهارده بطوله وخسرت بكره بطوله، انت ما كسبتش اصلا اللي فاتت. فاهم قصدي؟ فعلا طبعا. فما بتلحقوش تفرحوا اصلا. ما تلحقش. انت النهارده خلاص. ضحكوا عليك، مشيت اديك انت شايف؟ ضحكوا عليك، مشيت انت وبقى يحتفلوا ويبسطوا. شفت احتفلوا بدرع الدوري ازاي؟ لا ما احتفلت قبل كده عادي. انت لو تاخد بالك يا ابراهيم ان انت السنه اللي فاتت واخد كل حاجه، وانت شايف السنه دي الجماهير والناس عايزه لعيبه، رغم ان اللعيبه اللي موجوده خدت كل حاجه. ايوه. فهو الطموح في الاهلي ما بيقفش يعني. عايزين ياخدوا بطوله واثنين وثلاثه، خدوا كل حاجه عايزين ياخدوهم تاني. فزي ما قلت لك ان انت ده موسم جديد، دي بطوله، ده ماتش. فبالنسبه لهم مهم جدا طبعا الماتش، ان هم الجون في الزمالك ثمنه غالي. ها اكيد طبعا. انت زي ما قلت لك ده ديربي، فاهم؟ اقوى ماتش في مصر اصلا يعني. كان شعورك ايه لما سجلت في الزمالك؟ انت مسجل في ماتش 5-3 مع موسيماني. الكره خبطت في رجله ده، الرابونه. لا ما خبطتش. دي الرابونه بتاعت السوليه. وراحت. خد بالك ازاي خبطت. ازاي؟ قول لي. الله، ده بدأ النكش بدري. هو اللي نكش، انا ما اتكلمتش. مش انت اللي كنت واقف جون ساعتها؟ انا اللي كنت واقف. طب امال ايه يا معلم؟ طيب ما انا بقول بتفطس الجون. ده بيفطس الجون، ده بيفطس الجون. بس خدت بالك منها؟ لا خدت بالك. بس هي كانت صعبه عشان سريعه على فكره. هي صعوبتها على فكره كان ان هي كانت سريعه جدا. هي صعوبتها عشان كانت سريعه ولا صعوبتها عشان كانت مش متوقعه؟ الاثنين بصراحه. الاثنين. هي كانت صعبه وسريعه. فما الربط كان ما بينك ازاي وما بين السوليه في الكوره دي؟ وانا هجي لك فيها برضه. بص، هو السوليه بيعملها كتير في التمرين. بيعملها كتير في التمرين. فانا توقعت اللي هو يعملها. حتى لو تاخد بالك، لو مشيت الفيديو واحده واحده هتلاقي اللي هو قبل ما يعمل كده انا اتحركت اصلا. فانت قاري ان هو هيعمل كده لانه بيعملها في التمرين بالظبط. بس هو توفيق. السوليه مش حريف قوي يعني. هو يا معلم ده جاي وجايب معاه باكن بسطرمه. استنى بس يا معلم بقى، عشان انا السوليه حبيبي. لا ده السوليه ده ما تقطعش في السوليه عشان ده حبيبي. لا ده من عز الناس عندي. كان كده ماشي. لا يعني بص، انا بامانه يعني بحب في السوليه حاجه الالتزام. بهزر يعني. طبعا محترمه جدا السوليه وفي حاله. لا حاجه حد يعني ما. بس فانت اول لما هو ما هو التوفيق بس اللي هي نزلت في المكان الصح. ان هي خبطت في رجلك يعني. كانت ممكن تيجي وراك، كانت ممكن تيجي قصيره. ايوه بقول لك ان هي خبطت في رجلك من غير ما تقصد. خبطت ايه؟ انا مدد رجلي. طيب اللقطه دي تحديدا انت كنت شايفها ازاي؟ قريتها ازاي وانت واقف جول؟ والله هي ما كانتش زي ما انا قلت لك، ما كانتش متوقعه من السوليه خالص. انا كنت واقف يعني على تمريره تبقى لورا، على لعب في العمق، على لكن السوليه بصراحه فاجئني. بس كان فيها توفيق كبير لمحمد شريف ان يعني تروح له بالشكل ده ويبقى ويحطها بالشكل ده. انت فاهم؟